تخيل إنك تقدر تعمل فيديوهات استكمال أنيميشن بسيطة جدًا، لكن توصل لملايين المشاهدات. قنوات كتير زي اللي قدامك قدرت تحقق أرقام ضخمة جدًا باستخدام النوع ده من المحتوى، والأجمل من كده إنك مش محتاج تكون محترف ولا حتى تدفع فلوس. في الفيديو النهارده هاوريك إزاي تعمل استكمال احترافي مجانًا 100% باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وخطوات سهلة تقدر تطبقها دلوقتي. هاشرح لك كل حاجة من البداية للنهاية، وكمان هاقول لك على الإعدادات الصح اللي تخلي الفيديوهات تطلع بشكل احترافي وتشد أي حد يشوفها. خليك معايا للآخر عشان تستفاد بكل التفاصيل، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي. هتفتح شات جي بي تي وهتيجي هنا وهتكتب له البرومبت اللي هتلاقيني سايبهولك تحت في الكومنت المثبت، وفيه كل التفاصيل اللي هيطلع لك نفس النوع من المحتوى. بعد ما هتاخده الكوبي وهتبعته لشات جي بي تي هتضغط هنا وهتلاقيه بدأ إن هو يعمل لك أول حاجة البرومبت الأساسي بتاع الشخصية بتاعتنا، وده أهم برومبت معانا لأن ده اللي هتثبت في جميع المشاهد، اللي هو الشخصية الأساسية اللي هتبقى معانا في كل المشاهد. لو جيت طلعت كده وحبيت إنك تبُص على الprompt وحابب مثلًا تغيّر عدد المشاهد، تزوّد عدد الثواني، كمان حابب إنك تغيّر موضوع الفيديو أو تعمل عن موضوع معيّن، هتيجي هنا وتغيّر الموضوع اللي أنت عايزه، هتقول له أريد عن موضوع كذا، على حسب اللي أنت حابه. لو نزلت تحت بقى هتلاقيه أول prompt عمله لك بتاع إنشاء الشخصية، وبعد كده بدأ إن هو يقسّم لك الفيديو إلى مشاهد زي ما أنتم شايفين كده، عامل لي ال20 مشهد زي ما أنا طالباهم منه بالضبط. هنا هتلاقيه عامل لك التعليق الصوتي كله في فقرة واحدة زي ما أنتم شايفين كده، ولو نزلت تحت برضه هتلاقيه مجمّع لك كل البرومتات بتاعة إنشاء الصور وبرومتات إنشاء الفيديو، وكلّهم علشان إحنا النهارده هنستخدم الAI automation. بدل ما ناخد مشهد مشهد كوبي لأ، إحنا هنعملهم كلّهم مرّة واحدة، ودي برومتات تجميع الفيديو، فبجد التقسيمة تحفة. هنرجع أول حاجة عند الprompt بتاع إنشاء الشخصية، وهندوس على العلامة دي عشان ناخده كوبي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهنروح نفتح موقع Flow وهنستخدم من خلاله نانو بانانا. هنضغط هنا وبعدين هنضغط هنا وهننزل تحت عند الbox اللي تحت ده، وهنيجي هنا وهنختار image مش فيديو، تمام. بعد ما تختار image هتيجي تختار المقاس اللي أنت حابب تعمل بيه الفيديو بتاعك، هتلاقي كل المقاسات متوفرة. أنا اخترت المقاس ده، وهنا بتختار عدد الصور اللي هتطلع لك في الprompt الواحد، أنا اخترت 4 صور، ومن هنا بتختار نانو بانانا 2، وهنا بيقول لك إن هو بياخد 0 credit يعني ما بياخدش credit، هتعمل صور براحتك. وهتيجي هنا وهتعمل له prompt بتاع الشخصية الأساسية وتبعته له، هتلاقيه بدأ إن هو يعمل لك 4 صور بشكل احترافي زي ما أنتم شايفين كده، ما بياخدش وقت خالص، وطلع لي ال4 صور بتوعي. تبدأ بقى تختار الصورة اللي هتبقى ثابتة معاك في كل المشاهد، هتبدأ تختار الصورة اللي عاجباك زي ما أنتم شايفين الصور أصلًا طالعة بجودة احترافية. بتيجي هنا تكبّر وتشوف التفاصيل، لو عجبتك الصورة أنا عجبتني الصورة دي، فهابدأ إن أنا أختارها وأنزّلها. دي كل اللي عليك هتدوس هنا وتختار download و2K وهتبدأ إنها تنزل معاك على الجهاز بكل سهولة. الخطوة التانية بقى بترجع لChatGPT وتيجي هنا عند النص بتاع التعليق الصوتي، هتيجي تاخده كله copy بالشكل ده، بتحدد عليه وتاخده copy، وهنروح بقى نحوّله إلى تعليق صوتي. هنفتح Google AI Studio، هاسيب لك الرابط تحت في الcomment المثبت. بتضغط هنا عشان يفتح معاك الواجهة دي، وبعدين بتضغط هنا على text. بعد ما تضغط هنا هيفتح معاك وهيبقى معاك 3 option، هتيجي بقى تختار الoption رقم 3 زي ما أنتم شايفين كده، هتلاقيه فتح معاك الواجهة دي. هنضغط single speaker وهتيجي هنا وهتعمل له paste للprompt بتاعك، هتيجي هنا وهتقوم عامل له paste أو هتكتب الكلام اللي أنت عايزه. وبعد ما تعمل له paste للكلام اللي لسه واخده من ChatGPT هتيجي هنا وهتختار أي صوت أنت حابه، هتلاقي أصوات كتير تقدر إنك تستخدمهم كلهم بشكل مجاني. بعد ما تختار الصوت المناسب معاك وتقدر تختار أي صوت من دول، أنا اخترت ده، هتضغط هنا وخلال ثواني هيطلع لك التعليق الصوتي بشكل احترافي. كان ينتظر اللحظة المناسبة منذ البداية. قال لنفسه: ليس الوقت المناسب الآن. كان ينتظر ظروفا أفضل ليبدع فقط. الأيام تمر وهو لا يفعل شيئا. زي ما سمعنا مع بعض الصوت طالع بشكل احترافي. لو عجبك هتضغط هنا وهتبدأ تضغط على تنزيل وهينزل معاك على الجهاز. لو مش عاجبك بتقدر انك تختار اي صوت تاني وبتعمل اللي انت عايزه. الخطوة التانية هتروح تفتح جوجل وهتكتب في السيرش اوتو ويسك، هيفتح معاك الواجهة دي، هتختار اول اوبشن يظهر معاك بالشكل ده، وهتبدأ انك تثبت الاضافة معاك علشان نستخدم الاي اي اوتوميشن. هتضغط هنا وهتبدأ انها تتثبت معاك، وبعد ما هتتثبت معاك هتلاقيها ظاهرة في علامة البازل دي. كل اللي عليك انك هتضغط عليها
عليها بالشكل ده وهتختار auto whisk، هتلاقيها فتحت معاك بالشكل ده ومعاك 3 option، هتختار على أول option هتضغط عليه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد بقى ما هيفتح معاك الواجهة دي هترجع تاني لChatGPT وهتيجي عند prompt تجميع الصور كده وهتبدأ إنك تحدد عليه كله وهتاخده copy بالشكل ده بكل سهولة زي ما أنتم شايفين، هتحدد عليه وتقوم واخده copy وهترجع تاني بقى على الأداة بتاعتنا وهتيجي هنا وهتحطه paste عند المربع ده، هتلاقيه بدأ إن هو يقسمه لك إلى 20 prompt كده، هتيجي هنا وهتختار المقاس المناسب معاك، هتلاقي كل المقاسات، بتختار المقاس بتاعك وبعد ما بتختار المقاس بتيجي هنا وهتعمل له الصورة المرجعية اللي إحنا لسه عاملينها من موقع فلو، وهتضغط هنا وهتبدأ إنك تحمل له الصورة علشان يثبتها معانا في ال20 مشهد بتاعنا، وبعد ما تثبتها معانا هتيجي بقى معانا الصورة أهي موجودة ومعانا البرومتات، كل اللي عليك إنك هتضغط بقى هنا بالشكل ده، هيبدأ دلوقتي يجهز لك البرومتات الصور بتاعتك وهينزلها على الجهاز بشكل تلقائي زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة بدون أي تدخل منك، وده بقى اللي بيوفر عليك كتير جدًا وقت ومجهود، تقدر تعمل أكتر من 20 صورة، تقدر تعمل اللي أنت عايزه، زي ما أنتم شايفين كده عمل لي كل الصور بتاعتي بكل سهولة وبضغطة زر واحدة. بعد بقى ما بتخلص الخطوة دي هنروح نعمل الخطوة التانية وهي بتاعة الفيديوهات التانية بقى، تروح تفتح جوجل وتكتب أوتوميتا برضه وهتختار أول اوبشن يظهر معاك، هتفتح معاك بالشكل ده، هتدوس هنا إضافة إلى متصفح كروم عشان تتضاف معاك وهتلاقيها في علامة البازل، هتضغط عليها بالشكل ده هيفتح معاك الواجهة دي، هتختار أول اوبشن هتبدأ إنك تدوس عليه زي ما أنتم شايفين كده هيفتح معاك الواجهة دي، هتدوس على جو تو ميتا AI هيبدأ يفتح معاك موقع ميتا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهو مجاني، كل اللي عليك إنك بتسجل دخول فيه بشكل مجاني برضه وهتلاقيه فتح معاك بالشكل ده، هتلاقيها هنا في علامة البازل متثبتة معاك، هترجع لChatGPT وهتيجي عند تجميع برومتات الفيديو وهتبدأ إنك تاخدهم كلهم كوبي بالشكل ده، وبعدين هترجع تاني للأداة وفي البوكس ده هتعمل هنا كوبي عشان البرومتات كلها تتضاف معاك بكل سهولة. بعد ما هتضيف البرومتات كلها هتيجي هنا وهتضيف ال20 صورة بتاعتنا اللي إحنا لسه عاملينهم من موقع ويسك، تضغط هنا وهنا أهو اتضاف واتكتب لي كلمة 20 زي ما أنتم شايفين، كل اللي عليك بقى إنك هتضغط تحت هنا وهيبدأ إن هو يعمل لك الفيديوهات كلها دفعة واحدة زي ما عملنا الصور، وبس كده بكل سهولة هتقدر إنك تعمل الصور والفيديوهات بشكل مجاني وكمان التعليق صوتي، زي ما أنتم شايفين كده بدون أي تدخل منك بيبدأ إن هو يعمل لك كل حاجة بالAI automation زي ما أنتم شايفين كده، والفيديوهات طالعة بشكل احترافي وبدون علامة مائية، فبجد تحفة أوي، زي ما أنتم شايفين كده هتسيبوه بقى بتاع دقيقة مثلًا هتلاقيه خلّص لك كل الفيديوهات بتاعتك، كمان نزّلها لك على الجهاز بشكل تلقائي، زي ما أنتم شايفين كده خلّصت كل الفيديوهات بتاعتي، دي كانت آخر خطوة معايا، ما فاضلّيش غير خطوة واحدة وهي تجميع الفيديوهات، هاروح أفتح أي برنامج مونتاج وأنا باستخدم CapCut تضغط على import وهتيجي هنا بقى وهتحمّل له التعليق الصوتي وكل الفيديوهات بتاعتك تمام من على الجهاز، وهتبدأ إنك تسحب التعليق الصوتي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهتبدأ بقى تجمّع الفيديوهات بنفس الترتيب هتلاقيهم مترقمين طبعًا على الجهاز، هُم بينزلوا من موقع ويسك مترقمين ومن موقع ميتا، هتبدأ إنك تجمّعهم جنب بعض بحيث إن الصوت يبقى ماشي مع الفيديو، وبس كده يبقى أنت كده خلّصت الفيديو بتاعك في أقل من 10 دقايق بكل سهولة، سهل خالص ولذيذ وتقدر توصّل الأفكار بتاعتك للناس بكل سهولة، وتقدر تتحكم في درجة الصوت من هنا، وكمان تقدر إنك تحدد الفيديوهات كلها وتتحكم في الإعدادات بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده وبشكل مجاني بالكامل، هتعمل فيديوهات احترافية وبعدين هتضغط على export وهيتصدر معاك على الجهاز. عجبك الشرح متنساش إنك تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم ال AI وصناعة المحتوى وتشارك الفيديوهات مع أصحابك.